اهلا بحضراتكم. مكملين معاكم في مشاكل بشرة الوجه. من الحاجات اللي بتقلق الناس ودايما بتسأل عنها وبتفكر فيها هي التصبغات، اللون الزيادة اللي ممكن يظهر في مناطق معينة من الوجه. التصبغات بالنسبة لنا سبب أكتر من إن هو علاج، بمعنى كل الناس بتبقى عايزة علاج للتصبغ، إنما المهم هو سببه إيه؟ لأن معرفة السبب هي اللي بتخلينا نقدر نحط خطة علاج ملائمة ومتكاملة. أول حاجة إن لازم نعرف إن التصبغ ده مش مجرد لون في الجلد وبس، اللون ده ممكن يكون ليه أسباب مختلفة. ممكن يكون هيموجلوبين اللي هو اللي موجود في الدم، ويكون ميلانين اللي بيبان لونه بني أو أسود وده اللي ناتج من الخلايا الصبغية. ممكن يكون حاجة البني آدم مولود بيها، يعني حاجة وراثية زي الوحمات أو الشامات أو الحسنات. ومهم جدا إن احنا ما نبقاش قلقانين بزيادة منهم. لما نحس إن في منهم تغير في الشكل أو الحجم أو اللون، ساعتها نقلق ونفكر نبتدي ندور عليهم، وسببهم لا تكون حاجة مش حميدة، إنما الطبيعي منها بالذات الحاجات اللي بتظهر في مرحلة الطفولة بتبقى حاجة حميدة مفيش قلق منها. وفي أي وقت ممكن نستشير الطبيب يفحصها بميكروسكوب الجلد السطحي اللي هو الدرموسكوب ويقول لحضرتك الموقف إيه بالظبط. الحاجة التانية إن في تصبغات بتبقى ناتجة بس من زيادة الصبغة في الجلد، إنما الخلايا مفيش فيها أي تغير، ودي عادة بتحصل ما بعد الالتهابات أو نتيجة التعرض لأشعة الشمس أو التعرض لبعض الأدوية أو مكونات مستحضرات التجميل في بعض الأحيان. مهم إن احنا نفحص الجلد، نعرف عمق التصبغ اللي موجود ده فين، نقلل من التعرض أو الأحسن طبعا إن احنا نمنع التعرض للحاجة اللي سببت ده، ونحط خطة علاجية. وقاية الشمس مهمة، المواد اللي بتساعد إن هي تفتح الجلد مهمة، وفي بعض الأحيان ممكن كمان نعمل إجراءات علاجية زي الليزر أو التقشير أو حقن بعض الفيتامينز في الجلد اللي بتساعد إن اللون يرجع بشكل طبيعي وآمن للحالة الطبيعية بتاعته.